ايوه انت كده بترميلي كل حاجه، انت كده بتسيبني. امسك في حلمك ما تسيبوش، وارسم امل على الوشوش. الحياه الوطنيه خدتها هوايه من جوه. الحمد لله. أهم قاعدة أساسية في النقاد احترام المبدع، يعني ما نقللش من شأن إبداع أي حد أيا كان. دي قضيتي. طبعا فرصة كويسة جدا زي مهرجان المصري الأمريكي إن هو يتيح الفرصة للتجارب دي. ده أكيد طبعا دافع قوي للشباب إن هم يستمروا في العطاء. شكرا ان انتوا موجودين ونورتوني ان انتوا اتفرجتوا على الفيلم. هو الفيلم كان مستوحى من تجربة شخصية أنا مريت بيها، بس ما كنتش قادر أكتبها. يعني إيه اللي حمسك إن أنت تكتبي الشخصية؟ علشان أنا كمان عديت بدوت، وكل مشهد كنت بمثله كنت حاساه قوي، يعني كنت حاسة بأمي في اللقطة دي. بالنسبة لمازن، دايما نقول ان المخرج اللي بيملك ادواته قادر ان هو يعمل، لو توفرت ليه الامكانيات الجيده قادر يعمل عمل متميز. لان انا اديتها الامكانيات عندي، انا متحكم في ادواته، كمان فوق الادوات عندي رؤيه، فدمج الرؤيه مع القدرات الخاصه يصنع عمل حتى لو كان باقل الامكانيات. تجربتي أنا في الشخصية دي، أنا كنت كنت حاسس إن الشخصية لابساني زيادة عن اللزوم شوية، لأن أكيد أنا وغيري مر بالظروف دي. عنده حاجة جميلة جدا اللي هي قالتها شيرين في الأغنية يا معافر. كلمة معافر دي كلمة دهب، كل حرف فيها دهب. معافر يعني إيه؟ بغض النظر عن مشاكل الإنتاج، عن اللوكيشن ومتاعبه، عن التصريحات، عن التراخيص، عن المعوقات، أعمل فيلم يعني أعمل. دايما اللي يبني أي عمل هي الثوابت والأركان الرئيسية بتاعته القائمة على المحبة والإخلاص فيما نفعل. دخولي في المهرجان المصري الأمريكي، ودي مش أول دورة طبعا، دي أنا بتشرف إن دي تاني دورة بشارك فيها فيلم ميوت. وبصراحة هو أنا ماشي مع المهرجان بالعكس في الترتيب يعني، لأن أنا فيلم ميوت ده هو التجربة الأولى ليا على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الإخراج. فكرة الفيلم جت من انفعالي بفكرة السم البكم، لأن كان الفيلم إنتاج من حوالي 3 سنين فاتوا، يعني قبل كورونا. التجربة كانت كام؟ الأولى. أول تجربة تأليف أنا اللي كاتب السيناريو ممتاز. وأنا اللي أخرج، وأنا اللي منتج. احنا بنحييك على التجربة بتاعتك طبعا. انا مبسوط ان الفيلم بيتعرض، والحمد لله بياخد جوائز في كذا حته، خاصه عن محمد واولاده. يعني عجبتني شخصيه عم محمد، هو خبرته في الصيد وهو راجل كبير في السن، حسيت يطلع منه حاجه كبيره يعني. فبس نزلت معاهم في الصحراء، كانت مشكلتي واجهتني معاهم بالليل في التصوير بالليل، انا ما كانش معايا اضاءه، فابتديت اعتمد على ادوات الكشافات بتاعتهم. فكرة العقباوي يعني اختيارك للاسم حتى لو الشخصية نفسها فيلم رائع. 2 الموسيقى التصويرية قمة التميز، قمة. انت جبت لي حاجة من البيئة الصحراوية مع مزج كبير جدا في الادوات التعبيرية الخاصة، فانت عملت عمل انا بعتبره انه من افضل الاعمال.